معنا من إحدى المباني المشرفة على ميدان التحرير، إحدى القاطنات في مبنى يشرف على ميدان التحرير، الشاهدة السيدة حنان عيسى. السيدة حنان، ما هي روايتك لما يجري الآن في ميدان التحرير؟ احنا شايفين بعينينا الضباط بيلبسوا مكان الجيش، وشايفينهم وهم بيجيبوا البلطجية وبيدوهم فلوس. واحد من ضمن البلطجية انا بعرفه شخصيا، اسمه وليد كامل، موجود واتصل بيا وقال لي سامحيني بقى، عشان هو عارف طبعا ان احنا من الناس الشرفة اللي رافضين. قال لي سامحيني بقى، فيها مصالح، بيدوهم فلوس. نعم. بيدوهم فلوس ويجيبوا البلطجية ويلبسوا هم نفسهم مكان الجيش، حتى الجيش نفسه مش الشرطة، هو الشرطة. تعني ان افراد الجيش الموجودين حول الميدان هم نفسهم الشرطة وبيلبسوا لبسهم، ليسوا من الجيش، ليسوا من الجيش نهائي. احنا شايفين بعينينا. نعم. ارجوكم فهمونا، يعني احنا عايزين نحلها باي شكل سلمي. ازاي احنا نبقى سلميين وتيجي الناس الوحيدة اللي بتأيد مبارك هي اللي بتعمل الشغب؟ نعم. كيف هل يمكن ان تروي لنا سيدة حنان؟ سيدة حنان، هل يمكن، المفروض بتبقى في ايد الشرطة بس. نعم. هل يمكن ان تروي لنا كيف بدأت هذه الاشتباكات؟ الاشتباكات بدأت بلم البلطجية. بقول لحضرتك منهم واحد من حارة اليهود ومن الموسكي ومن الناس ديت اتصل بيا وقال لي انا بضطر ان انا اطلع الطلعة ديت فيها مصالح. لموهم وجابوا لهم كاسيت وجابوا لهم اسلحة واتفقوا معاهم واداهم فلوس وقالوا لهم انزلوا، وبتشجيعهم، وهم نفسهم لابسين مدني وهم نفسهم لابسين الجيش. يعني اللي عندنا شرطة، الشرطة بتلبس مكان الجيش مرة وبترعب الناس في البيوت عشان يفضلوا الناس في البيوت يحموا بناتهم، وفي نفس الوقت ما يقدروش ينزلوا. طب انا هقول لك حاجة بسيطة، حل وسط، ادخلوا البيوت واسألوا اهل الناس مين عايز ومين مش عايز. انا بقالي 11 سنة في العذاب دوت، مش عارفة اشتغل ولا انا ولا اولادي ولا اي حد. بناتي قعدتهم في البيت مش عارفة انزلهم من يوم ما بدأ الفساد. نعم. هل يمكن ان نعم. هل يمكن ان تحصي او هل تمكنت من احصاء عدد اصابات بين المتظاهرين او حتى المهاجمين في اثناء هذه الاشتباكات؟ شايفينهم بعينينا مكاكين بيتضربوا، ما معهمش سلاح، قاعدين مسالمين. كل دوت. عايز اقول لك حاجة، ادارة امريكا وادارة اليهود يتفقوا بقى مع حد يتكلموا معاه. الشعب فاهم ان اللعبة دي كلها منهم. ريحونا وريحوا الشعب، خدتونا وملكتونا وما اديتوناش فلوس وما ريحتوناش وحطيتوا فساد. هاتوا حد فاهم، لا يكون هو من الحزب ولا البرادعي ولا ايمن نور ولا اي حد. هاتوا حد محايد، هاتوا عالم. عندنا العالم المصري احمد زويل، هاتوا اي حد الشعب يوافق بيه. هيتقي ربنا فينا على الاقل، هيقول لهم اقعدوا وشوفوا مصالحكم مفيش مشاكل، هنحافظ لكم على الاتفاقيه اللي عملتوها مع حسني مبارك مفيش مشاكل. نعم. بس على الاقل يريح. الان انت تشاهدين ما يجري في ميدان التحرير، هل تلحظين يعني انسحابا او تراجعا للمتظاهرين من ميدان التحرير؟ وتصوير فيديو. انا مش بتكلم دوت من فراغ، احنا اعصابنا تهبط والشعب مش فاهم، جزء منه كبير مش فاهم. اللي ليه مصالح وعايش في الهيصة هو ده اللي عايزه، لكن الشرفة اللي قاعدين في البيوت مش عارفين يشتغلوا ولا عارفين يعملوا حاجة ولا عارفين يتعالجوا ولا عارفين يعملوا اي حاجة في الدنيا، مش بايديهم حاجة. كفاية بقى. نعم. هل شاركت في التظاهرات في ميدان التحرير؟ انا للاسف مريضة وعندي السكر ومش قادرة. انا كان نفسي ابقى من وسطهم. نعم. لكن انا 44 سنة وبعمل، لكن انا مريضة مش قادرة انزل. عارف لو انا قادرة انزل كنت اولهم. انا ليا اصحابي من المخرجين والمنتجين ومن كل الناس في الشوارع بايتين، ولا حد فيهم مع سلاح. السلاح ظهر النهاردة بس. نفسي نقول القنابل المسيلة دي جت في ايد الشعب البلطجي ده ازاي؟ احسبوها طيب، اعقلوها طيب.